هي آخر المواجهات الأربع بين الفرق السعودية والقطرية. تلك القمة التي جمعت بين الاتحاد والأخوية على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وذلك لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. أصحاب الضيافة لم يتأخروا في هز الشباك عبر هدافهم مختار فلاتة عند الدقيقة 16، لكن بطل دوري نجوم قطر رد سريعا بإدراكه التعادل برأسية عادل لامي. تعادل لم يدم سوى 5 دقائق حين تمكن الصاعد عبد الفتاح عسيري من إعادة التقدم للعميد عند الدقيقة 26. وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء عاد عسيري ليؤمن النتيجة للنمور بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن تشهد المباراة توترا كبيرا في دقائقها الأخيرة نتيجة للشد العصبي. ليخطف الاتحاد المركز الثاني في المجموعة الثالثة ب6 نقاط، متأخرا بنقطة عن العين المتصدر، فيما تراجع الأخوية للمركز الأخير ب4 نقاط.